لازلنا مكملين الكورس باور بي اي، فهنضيف معانا التيبل التاني. احنا ضفنا التيبل الكاستمر وهنضيف هنا التيبل تاني. هنيجي عند جيت داتا وهنختار سي اس في ونعمل كونكت ونختار البرودكتس وندوس اوبن. طبعا انا هدخل على ترانسفورم داتا. طيب هنا بالنسبة للكاستمر، المرة اللي فاتت احنا ضفناه، ولكن احنا كنا عايزين نضيف يعني نتعلم حاجة معينة فيه. أول حاجة مثلا هنا ترانسفورم والاد كولوم. هنا في حاجة اسمها from text، يعني هنا موجود هنا from text وهنا موجود هنا from أو text column. تمام. طيب هنا التكست كولوم هنا في فورمات وفي هنا extract، يعني لو علمنا على ده مثلا، وهنا الفورمات مثلا lower case، وهنا هنيجي عند add column في فورمات هتلاقي lower case. هو انا عايز اخلي الحروف سمول، طيب او اخلي الحروف كابيتال او اعمل تريم. ايه الفرق ما بين دي وبين دي؟ زي ما قلنا ترانسفورم هنا دي بتغير في الكولوم نفسه. الاد كولوم هضيف كولوم وهغير فيه الايه الحاجه بتاعتي. مثلا سي مثلا عملنا لور، ضاف لي كولوم وعمل وخلى لي كل الحاجات لور. تمام. وممكن نعدل الاسم طبعا هنا عادي، بندوس هنا دبل كليك ونعدل عادي. طيب احنا هنتعلم بقى حاجه هنا في الايه في الدرس بتاعنا، بس عايزين نشوف كيس كده ايه. هندوس ديليت، هنشوف كيس كده مع بعض او حالة معينة ممكن نتدرب فيها. هنا هنيجي مثلا حالة معينة، ممكن نختار الايميل ادرس وهنعمل ايه سبليت كولوم. هفصل الكولوم، هدوس هنا بيقول لي باي ديليمتر ولا باي نمبر ولا باي بوزيشننج. الديليمتر يعني علامة معينة. تمام. number of characters، يعني هفصل أرقام عن الكتابة. هنا by lower case and to upper، يعني من الكابيتال للسمول، من السمول لأول حرف كابيتال أو العكس. by digit to non digit، من يعني لو في أرقام لحد تكست أو من التكست لحد الأرقام. فاحنا هنعمل باي ديليمتر وهو اتعرف لوحده الايه. يعني بقول لك الكاستم هختار ايه، كولوم ولا سيمي كولوم ولا سبيس ولا تاب ولا ايه. هو اختار كاستم وايه علم مع نفسه ان في علامة ات. وفي هنا بيقول لك ايه left most delimiter ولا right most delimiter ولا each occurrence. بيقول لك انا هعملها من الليفت ولا من الرايت ولا من الايتش. هي دي يعني واحدة. الفكرة ان مثلا لو الاد دي متكررة مرتين، فانا بقول لك انا هقسمها من الجنب اليمين ولا من الجنب الشمال. فهي موجودة واحدة بس. فانا هعمل اوكي. فهو قسم شال الاد خالص. تمام. وحط هنا اليوزر وهنا حط الدومين لوحده. ممكن تغير هنا يوزر هنا. تمام. وبعدين ممكن برضو لو هنا عايز افصل برضو السبليت كولوم، هفصل عن طريق مثلا الداش او الشرطة دي. وممكن افصل عن طريق الايه الدوت كوم مثلا، وهي موجودة دوت نت دوت كذا. ممكن افصل. يعني لو جينا هنا اهو باي ديليمتر وهنا الكاستم هختار هو الشرطة لوحده. تمام. هختار دي. فهنا هنعمل مثلا اوكي. لو انا عملت البوينت هيفصل الدوت كوم لوحدها، هشيل الدوت كوم الكلام ده. انا هعمل ريموف. وهنا مثلا خلاص احنا عملنا سبليت كولوم. تمام. عايزين نرجع الكلام ده. تمام. طب نرجع الكلام ده ازاي؟ قبل ما ارجع الكلام ده هنا مثلا برضو اليوزر معانا هنا سبليت كولوم برضو هنا نمبر اوف كاركترز. لو انا مثلا عايز كاركترز او حروف معينة، انا مش عايز الحتة دي. هنا ممكن نعمل سبليت كولوم. هنا digit to non digit، non digit to digit، non digit to digit اللي هو ايه non digit اللي هو التكست، digit اللي هو الايه الارقام. طيب فكده
فصلنا الأرقام عن اليوزر نيم. طيب عايزين نرجع الكلام ده، أنا ممكن نختار الكولوم ده ونختار الكولوم ده الاتنين كده من فوق، بدوس شيفت وادوس ميرج كولوم. سيبريتور مفيش سيبريتور، هنعمل ميرج على طول وندوس اوكي. تمام. شايف ده الدومين ودومين 2 كان ما بينهم النقطة صح؟ أيوه. فبنعمل ميرج والسيبريتور ونعمل كاستم ونعمل نقطة وندوس اوكي. وهنا رجع لي النقطة مكانها، ونختار ده ونختار ده، كان ما بينهم علامة الآد ونعمل ميرج كولوم، وهنا سيبريتور ونختار كاستم، وهنا نختار علامة الآد. تمام. فده احنا كده النهاردة اتعلمنا. شايف بس خلي بالك هنا عملنا غلطة اللي هي ايه؟ جبنا الأرقام الأول بعدين جبنا التكست، فهي مش مظبوطة، فعايزين نرجع. طب دي جت ازاي؟ لما احنا عملنا ميرج اخترنا التكست الأول بعدين اخترنا الرقم. تمام. أو اخترنا الرقم الأول بعدين اخترنا التكست. ف... فدي عملت جابت الايه الرقم الأول وبعدين التكست. فدي هنعملها ايه؟ هي موجودة تقريبا هنا اهي. ثواني. سبليت هي ميرج اهي، هي دي. فهو بيقول لي هنعمل لها ايه؟ هنعمل غلط كده اهو، غلط غلط. فاحنا رجعنا خالص اهو، وهنختار التكست الاول بعدين الرقم ونعمل ميرج ونعمل اوكي. فايه اتظبطت معانا. طيب ما بين دي وما بين او ما بين دي وما بين دي في كوما او نقطة، فبنحطها معانا. وما بين دي وما بين دي في الات، ونحط الات وندوس اوكي. فكده رجع لي الايميل تاني، وهنا نكتب ايه؟ ايميل. تمام. وكده عرفنا ازاي نعمل سبليت كولوم ونعمل ميرج كولوم في الدرس ده.